السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أبطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى مع بعض هنحل النهاردة أسئلة التقييمات الخاصة بالدرس التاني في الوحدة التانية تطور مدينتنا. جاهزين يا أبطال؟ يلا بينا هنحل مع بعض الأول الأسئلة بتاعة الفترة الأولى اللي هي تطور المساكن والخدمات ومدينة السويس. وأول سؤال بيقول: اختلف شكل القرى والمدن المصرية في الماضي عن الوقت الحاضر، دلل على صحة العبارة السابقة. احنا أخدنا فعلا إن القرى والمدن شكلها في الماضي غير شكلها في الحاضر، احنا عايزين بقى نجيب له دليل. ساعتها هنقول المدن والقرى شكلها كان عامل ازاي في الماضي، وهنقول شكلها عامل ازاي دلوقتي في الحاضر، وهو ده الدليل. فاكرين قلنا المدن والقرى قديما كانت عاملة ازاي؟ قلنا ان قديما كانت المنازل بسيطة والطرق ضيقة وغير ممهدة ووسائل المواصلات كانت محدودة. أما حديثا شيدت المباني الحديثة وتم تمهيد الطرق وتوسيعها وتنوعت وسائل المواصلات وأصبحت أكثر سهولة وراحة. هو ده الدليل. تمام يا أبطال؟ تمام. يلا بينا على السؤال اللي بعده. بيقول ايه بقى؟ لاحظ الصور التالية أدناه لمدينة بورسعيد أثناء العدوان الثلاثي عام 1956 ومدينة بورسعيد بعد إعادة بنائها، ثم أجب. عندنا صورتين. الصورة الأولى فيها مدينة بورسعيد وهي متدمرة على الآخر بسبب العدوان الثلاثي، والصورة التانية مدينة بورسعيد برضو بس بعد إعادة بنائها. بيقول إيه بقى؟ قدم استنتاجا واحدا من خلال ملاحظتك للصورة أعلاه. بطل منكم يقول لي أنا مش عارف أجاوب، أنا معرفش أصلا إيه العدوان الثلاثي ده. سهلة وبسيطة، أي عدوان حصل على مصر فهو حاجة وحشة. عمل إيه؟ عمل دمار، وبعد ما طردناه عمرناها وبنيناها من أول وجديد. اللي حصل مع بورسعيد أيا كان إيه العدوان اللي جه هو نفس اللي حصل مع إيه؟ نفس اللي حصل مع السويس، اتدمرت وبنيناها، صح ولا لأ؟ يبقى اللي حصل مع بورسعيد حصل مع السويس. يبقى ساعتها هنقول ان الاستنتاج بتاعنا هو ان مدينة بورسعيد اتعرضت لعدوان ثلاثي. تمام؟ ادى الى ايه بقى؟ ادى الى اضرار كبيرة وادى الى تدمير المباني اتدمرت. ده اللي في الصورة الاولى. يبقى هنقول ان تعرضت مدينة بورسعيد لاضرار كبيرة ودمرت المباني. طب في الصورة التانية ده معناها ان بورسعيد تم اعادة بنائها. يبقى هنقول ان بعد العدوان تعاون أهالي بورسعيد وقاموا بإعادة بناء مدينتهم وعادت تنبض بالحياة زي إيه؟ زي مدينة السويس. السؤال ده سؤال استنتاجي. اللي حصل مع مدينة السويس حصل برضو مع مدينة بورسعيد. السؤال اللي بعده بيقول: صوب الخطأ في العبارة التالية. تعد مبادرة حياة كريمة أحد جهود الدولة لتطوير المدن المصرية. الخطأ فين في الجملة دي؟ الجملة دي غلط. تمام؟ فين الغلط بقى؟ فكروا معايا كده. هي مبادرة حياة كريمة كانت بتعمل ايه؟ بتطور المدن المصرية؟ صح، برافو عليك. ولا طبعا هي بتطور ايه؟ الريف المصري او القرى المصرية. يبقى هنشيل المدن المصرية ونحط الريف المصري او هنحط القرى المصرية، الاتنين صح. مبادرة حياة كريمة بتطور الريف والقرى المصرية مش بتطور المدن. السؤال اللي بعده: اتجهت الدولة المصرية لإنشاء العديد من المدن الجديدة في المناطق الصحراوية، اذكر السبب. ليه قلنا ان احنا بنروح نعمل مدن جديدة في المناطق الصحراوية؟ شطار، برافو عليكم. لتقليل الازدحام. هايل. السؤال اللي بعده: أي العبارات التالية تعبر عن الصورة التي أمامك؟ الصورة اللي قدامنا دي مش كتير هيعرفها، مش مشكلة، نحاول نستنتج الإجابة مع بعض. أول إجابة بيقول إزالة عديد من المناطق العشوائية. هل الصورة دي فيها أي حاجة ليها علاقة بالمناطق العشوائية؟ المناطق العشوائية أنا كنت حاطة لكم صورتها عاملة إزاي. هل دي مناطق عشوائية؟ لا طبعا. طيب تاني حاجة بيقول تطوير الريف المصري. هل الصورة دي فيها أي حاجة تدل على إن ده ريف؟ لا برضو. طيب الإجابة اللي بعدها بتقول تحديث شبكات الصرف الصحي. دي مش متأكدين منها، إحنا ما نعرفش مثلا شبكات الصرف الصحي عاملة إزاي، سيبوكم من دي دلوقتي. رقم د بيقول إنشاء مدن جديدة في الصحراء. هل الصورة اللي قدامنا دي بتدل على ده؟ هل دي مدن جديدة؟ هل دي صحراء؟ لا برضو. يبقى الإجابة الأقرب إيه؟ الإجابة الأقرب إن الصورة دي بتعبر عن تحديث شبكات الصرف الصحي. تمام يا أبطال؟
السؤال اللي بعده بيقول فسر الحالة التي كانت عليها مدينة السويس عام 1973 بالصورة التي أمامك. هنقول إن السويس اتعرضت لأضرار كبيرة وتم تدمير المباني بسبب القصف الذي قام به العدوان الإسرائيلي في محاولة منه للدخول للمدينة. وزي ما قلنا طالما عارفين الإجابة بنكتب بأي صيغة إحنا عايزين. السؤال اللي بعده بيقول شهدت المدن والقرى المصرية تطورا كبيرا في الوقت الحاضر. اثبت صحة العبارة السابقة. المدن والقرى المصرية اتطورت في الوقت الحاضر اتطورت عن زمان، يبقى العبارة دي صح. طب اثبت بقى، دلل، اثبت صحة العبارة دي. هنقول حيث انتشرت الأحياء السكنية الجديدة. في الوقت الحاضر دلوقتي اللي احنا عايشين فيه في أحياء سكنية جديدة، فيها ايه بقى؟ فيها المباني الحديثة والطرق الممهدة والواسعة ووسائل مواصلات متنوعة ومتعددة وأكثر سهولة وراحة. تمام. السؤال اللي بعده يتم إعادة بناء بعض المدن نتيجة الأحداث التي قد تتعرض لها. دلل بمثال على صحة العبارة السابقة. قلنا إن أحيانا بعض المدن بتتعرض لأحداث خارج عن إرادتنا، بنضطر إن احنا نعيد بنائها من أول وجديد. زي إيه؟ قلنا زي مدينة السويس. هو بيقول نديله مثال، اهو المثال اهو، مدينة السويس اللي تعرضت للعدوان الإسرائيلي اللي تسبب في أضرار كبيرة ودمر المباني، لكن المقاومة الشعبية وقوات الجيش والشرطة تصدت لهذا العدوان ومنعته من دخول المدينة، وتعاون أهالي السويس لإعادة بناء مدينتهم حتى عادت نابضة بالحياة. تمام يا أبطال؟ تمام. تعالوا بقى نحل أسئلة الفترة التانية اللي هي تطور وسائل المواصلات وتطور الأجهزة والأدوات في حياتنا. أول سؤال بيقول لاحظ وأجب. 1. اكتب 2 من مزايا استخدام وسيلة المواصلات بالصورة التي أمامك. الصورة اللي قدامنا دي إيه؟ صورة عجلة اللي هي دراجة. قولولي بقى يا شطار فاكرين مزاياها؟ أنا بقى مش عايزاكوا تقولوا 2، معلش انا بقى هرخم عليكم وعايزه 4، وانتوا يا ابطال شطار وقد التحدي. قولولي بقى ايه هي المزايا ال4 للعجله. شطار، برافو عليكم. اول حاجه لا تسبب تلوث للبيئه. تاني حاجه تحافظ على الصحه وتقوي العضلات. تالت حاجه تعمل على تقليل الازدحام المروري. رابع حاجه اقتصاديه وغير مكلفه. هايل يا ابطال. السؤال اللي بعده، اي من العبارات التاليه تتفق مع الصورة التي أمامك؟ الصورة اللي قدامي دي إيه؟ دي صورة قطر، بس قطر مش دلوقتي، ده قطر قديم جدا من القطارات اللي كانت بتشتغل بالفحم. طيب إيه بقى الاختيارات اللي قدامنا؟ أول حاجة تتميز بالسرعة. طب هل أنتوا شايفين إن ده يتميز بالسرعة؟ في أبطال منكم ممكن يقولوا لي ده قطر يعني أكيد سريع. ساعتها أقولك لأ، القطر سريع، بس القطر زمان بالنسبة للقطر دلوقتي لا مش سريع، يبقى مش بيتميز بالسرعة، لأن احنا قلنا إن أي حاجة قديما فهي بطيئة الحركة. بالنسبة للمواصلات دلوقتي يبقى تتميز بالسرعة مش هتنفع. طيب لا تضر بالبيئة؟ لا للأسف هي بتضر بالبيئة. عارفين ليه؟ لأن هو بيشتغل بالفحم، والفحم لما بيتحرق بيلوث البيئة، بيلوث الهواء، يبقى تاني واحدة مش هتنفع. طيب تتميز بالكفاءة؟ لا، لأن هو قديم، وأي حاجة قديمة بالنسبة برضو لدلوقتي فهي مش بتتميز بالكفاءة. طيب رابع حاجة بطيئة الحركة، بما إنها قديمة وأبطأ من القطارات دلوقتي فهي بطيئة الحركة، يبقى الإجابة هتبقى إنها بطيئة الحركة. السؤال اللي بعده، تعد التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. دلل بمثال على صحة العبارة السابقة. هو عايز دليل على ان التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من حياتنا. ساعتها هنقول له ايه؟ هنقول له ان احنا بنستخدمها دلوقتي كل يوم. ساعتها هنقول ان احنا بنعتمد على الكهرباء في الأنشطة اليومية، وبنستخدم الأجهزة الحديثة زي ايه؟ زي المصابيح الكهربائية والغسالات والثلاجات الحديثة والهواتف المحمولة والساعات الذكية. يبقى حيث نعتمد على الكهرباء في أنشطتنا اليومية ونستخدم الأجهزة الحديثة مثل المصابيح الكهربائية، وفي كمان مصابيح التحكم عن بعد والغسالات والثلاجات الحديثة والهواتف المحمولة والساعات الذكية. تمام يا أبطال؟
تمام. السؤال اللي بعده، يعد تطور المدن سلاحا ذا حدين، اثبت صحة العبارة السابقة. قلنا سلاح ذو حدين يعني ايه؟ يعني في الحلو وفي الوحش. هو عايز دليل اثبت له صحة العبارة دي. ساعتها هقول ان تطور المدن أدى إلى عدة نتائج. هناك آثار إيجابية زي إيه؟ زي تحسين مستوى المعيشة وتوافر فرص عمل جديدة، وآثار سلبية أو مشكلات أو تحديات، وهي ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع معدلات التلوث. هايل يا أبطال، شطار. السؤال اللي بعده، ماذا يحدث إذا استمر اعتماد مصر على القطارات التي كانت منتشرة في الماضي؟ فاكرين احنا قلنا القطارات اللي في الماضي بتشتغل بإيه؟ بتشتغل بالفحم، وقلنا الفحم لما بيتحرق إيه اللي بيحصل؟ بيلوث إيه؟ بيلوث البيئة، بيلوث الجو. يبقى أول حاجة سيؤدي ذلك إلى زيادة التلوث البيئي. تاني حاجة احنا قلنا ان القطارات القديمة دي بطيئة، فإيه اللي هيحصل؟ وقت السفر هيبقى طويل، وهيبقى كمان مش مريح. ما هو كل ما هيطول كل ما هيبقى مش مريح للسكان. يبقى وقت السفر طويل جدا وقلة راحة السكان. وكمان بما ان القطارات دي بطيئة، فالناس هتعمل ايه؟ هتعتمد بقى على السيارات والأتوبيسات، فهيؤدي ذلك إلى زيادة الازدحام المروري، وهيبقى فيه زحمة في الشوارع، يبقى سيؤدي ذلك برضو إلى زيادة الازدحام المروري. والسؤال ده زي ما قلنا قبل كده، ماذا يحدث إذا، ده سؤال استنتاجي. اكتبوا اللي انتوا شايفينه. لو انتوا عايزين تزودوا حاجة كمان أو تغيروا في الإجابة اكتبولي في الكومنتات. ودي إجابتي، سيؤدي ذلك إلى زيادة التلوث البيئي، وقت سفر طويل جدا وقلة راحة السكان، وزيادة الازدحام المروري. يلا بينا يا أبطال على السؤال اللي بعده. اتسمت أجهزة وأدوات السكان في الماضي بالبساطة والتقليدية، برهن على صحة العبارة السابقة. ساعتها هنقول ايه الأدوات اللي كانوا بيستخدموها في الماضي. هنقول حيث كانوا يستخدمون أو حيث كانوا يعتمدون على أدوات بسيطة في أعمالهم المنزلية والمهنية، مثل ايه؟ مصابيح الكيروسين، الغسالات والثلاجات القديمة، والهواتف الأرضية. تمام يا أبطال؟ تمام. تعالوا بقى نحل مع بعض التقييم الأسبوعي. النموذج ألف، أول حاجة بيقولي أكمل العبارتين التاليتين. أول حاجة، يعد المشروع بالصورة التي أمامك أحد جهود الدولة في مجال تطوير إيه؟ الصورة اللي قدامي أهي مكتوب تحتها مشروع إسكان بشاير الخير الإسكندرية. فاكرين المشروع ده كان مشروع إيه؟ هايل، برافو عليكم، مشروع تطوير المناطق العشوائية. يبقى الإجابة هتكون إيه؟ إن ده أحد جهود الدولة في مجال تطوير إيه؟ المناطق العشوائية. برافو عليكم. السؤال اللي بعده، من مزايا ركوب الدراجات إيه؟ اكتب بقى أي ميزة. مثلا ممكن نكتب لا تسبب تلوث للبيئة. هايل يا أبطال. السؤال اللي بعده، بما تفسر. تعرض كثير من أجزاء كبيرة في مدينة السويس لأضرار كثيرة عام 1973. ليه حصل لها أضرار كتير؟ شطار، برافو عليكم، بسبب القصف الذي قام به العدوان الإسرائيلي. وعمل كده ليه؟ في محاولة منه لاقتحام، أو مثلا ممكن نقول لأنه كان يحاول اقتحام مدينة السويس في حرب أكتوبر 1973. هايل يا أبطال. السؤال اللي بعده، ما النتائج المترتبة على استخدام التكنولوجيا في مجالات حياتنا اليومية؟ لما بنستخدم التكنولوجيا في حياتنا اليومية ايه اللي بيحصل؟ شطار، برافو عليكم، حياتنا بتبقى أسهل وأسرع. يبقى أدى ذلك إلى تسهيل الحياة وتسريع إنجاز الأعمال. برافو عليكم. السؤال اللي بعده، تبذل الدولة جهودا كبيرة لتطوير القرى والمدن المصرية، دلل على صحة العبارة السابقة. ساعتها هنقول ايه؟ هنديله الدليل، هنقول له ايوه الدولة عملت جهود كبيرة جدا. زي ايه بقى؟ اول حاجة، تحسين محطات مياه الشرب، تحديث شبكات الكهرباء، تحسين شبكات الصرف الصحي، وإزالة العديد من المناطق العشوائية وبناء مساكن بديلة آمنة ومناسبة، وإنشاء العديد من المدن الجديدة في المناطق الصحراوية،
وتطوير الريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة. برافو عليكم يا أبطال. تعالوا يلا نحل مع بعض نموذج ب. أكمل العبارتين التاليتين. أنشأت الدولة العديد من المدن الجديدة في الصحراء بسبب إيه؟ هايل يا أبطال، برافو عليكم، بسبب تقليل الازدحام. السؤال اللي بعده. تعرضت مدينة السويس للتدمير عام 1973 بسبب إيه؟ هايل يا أبطال، برافو عليكم، بسبب العدوان الإسرائيلي. برافو عليكم يا أبطال. السؤال اللي بعده. بما تفسر إنشاء محور رود الفرج. إحنا ليه عملنا محور رود الفرج؟ فاكرين؟ هايل يا أبطال، برافو عليكم، شطار والله، لتقليل الازدحام المروري. برافو. السؤال اللي بعده. ما النتائج المترتبة على استخدام المصريين مترو الأنفاق والقطار الكهربائي والأتوبيس الترددي؟ إحنا لما بنستخدم وسائل المواصلات المتطورة دي، ده بتبقى نتيجته إيه؟ بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى نقل ملايين المصريين. وسائل المواصلات دي بتنقل ملايين المصريين بسرعة وكفاءة وأمان وعدم الإضرار بالبيئة. تاني، إحنا لما بنستخدم وسائل المواصلات المتطورة والحديثة دي زي مترو الأنفاق والقطار الكهربائي والأتوبيس الترددي، ده بيؤدي إلى إيه؟ بينقل ملايين المصريين. بس بينقلهم بس؟ لا، ده بينقلهم بسرعة وكفاءة وأمان، وكمان ما بيضرش البيئة، يبقى عدم الإضرار بالبيئة. تمام يا أبطال؟ تمام. السؤال اللي بعده. يعد تحقيق التوازن بين مزايا تطوير المدن وتحدياته أمرا مهما. احنا قلنا إن تطوير المدن ليه مزايا وعيوب، يعني ليه آثار إيجابية وآثار سلبية أو تحديات. طيب لما نعمل ما بينهم توازن، دي حاجة مهمة؟ مهمة. طب دلل، بيقول لي دلل على صحة العبارة السابقة، لازم نديله دليل. يبقى هنقول إن هو فعلا أمر مهم. ليه؟ لضمان جودة الحياة. احنا قلنا يعني ايه جودة الحياة؟ يعني عشان نعيش في صحة وسعادة وراحة وأمان ونعيش أحسن. يبقى يعد تحقيق التوازن بين مزايا تطوير المدن وتحدياته أمرا مهما. الدليل لأن ذلك يضمن أو لضمان جودة الحياة. تمام يا أبطال؟ تمام. جاهزين نحل مع بعض كمان نموذج ج؟ يلا بينا. بيقول أكمل العبارتين التاليتين. تعبر الصورة التي أمامك عن شكل المصابيح الإيه؟ الصورة دي كده مصابيح إيه؟ مصابيح الكيروسين. هايل، شطار. طيب تعبر الصورة التي أمامك عن نتاج، يعني نتائج برضو، استخدام إيه؟ تعبر الصورة دي صورة إيه؟ دي صورة ساعة إلكترونية، ساعة ذكية اللي بتتصل بالموبايل. الصورة دي بقى بتعبر عن إيه؟ عن استخدام إيه؟ شطار، برافو عليكم، التكنولوجيا الحديثة. الساعة دي دليل على إننا بنستخدم التكنولوجيا الحديثة في حياتنا. هايل يا أبطال. السؤال اللي بعده. بما تفسر اتجاه الدولة لتشجيع استخدام الدراجات. ليه الدولة بتشجعنا إن احنا نستخدم الدراجات؟ فاكرين ليه؟ شطار، برافو عليكم، لأن الدراجات لا تسبب تلوث للبيئة، وبتحافظ على الصحة وبتقوي العضلات، واقتصادية وغير مكلفة، وتعمل على تقليل الازدحام المروري. شطار يا أبطال، قربنا نخلص. السؤال اللي بعده. ما النتائج المترتبة على تطور المدن؟ لما المدن اتطورت ده أدى إلى إيه؟ هايل، برافو عليكم، ده أدى إلى نتائج متعددة. فهناك آثار إيجابية زي تحسين مستوى المعيشة، توفير فرص عمل جديدة، وأدى برضو إلى بعض التحديات زي إيه؟ زي ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع معدلات التلوث. برافو عليكم. آخر سؤال معانا يا أبطال بيقول. بذلت الدولة جهودا كبيرة لتطوير الطرق ووسائل المواصلات. دلل على صحة العبارة السابقة. عايز دليل إن الدولة طورت في الطرق ووسائل المواصلات. ساعتها هنقول إيه؟ هنقول حيث قامت الدولة بإيه؟ أول حاجة
توسعة شبكات الطرق، وإنشاء الكباري والأنفاق الجديدة، وإنشاء محاور زي محور رود الفرج. ده بالنسبة للطرق. طب وسائل المواصلات هنقول إنها كمان قامت بإدخال وسائل مواصلات متطورة زي إيه؟ زي مترو الأنفاق والأتوبيس الترددي والقطار الكهربائي. هو ده الدليل، احنا كده اديناله دليل إن الدولة بذلت جهود كبيرة إنها تطور الطرق ووسائل المواصلات. سهلة يا أبطال؟ سهلة. احنا كده الحمد لله خلصنا أسئلة التقييمات بتاعة درس تطور مدينتنا. وطبعا أي حد عنده أي سؤال يقدر يتواصل معايا على الفيسبوك وعلى الواتس. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة. كانت معاكم مس نادين، أشوفكم على خير إن شاء الله في المغامرة الجاية. مع السلامة يا أبطال.